وهو قطر وماشي ماشي، ناس ومني ماشي ماشي، وهو قطر وماشي ماشي، ناس ومني ماشي ماشي. إذاعتنا تقدم المسلسل الإذاعي وجع الفراق، تأليف وإخراج طارق عاشور. الحلقة الرابعة والأخيرة. مين؟ رزق؟ ايوه رزق يا راجح. من اسبوع رحت باب الشعرية وسألت على موافي اللي سألته عليك قبل كده، وقال لي هيشوف ويقول لي، وعرفت من الجيران انك قتلته ومرمي في السجن. قلت اما اجي اشرفك بالزيارة. وانا لو اعرف ان انت اللي جاي في الزيارة ما كنتش طلعت لك. واني لو اطول اقطعك نساير وارميك الكلاب السكك هعملها، بس قفص السجن اللي حايل بيناتنا يا راجح. مش بكفيك اللي عملته؟ انت السبب في اللي احنا فيه ده كله. بسببك اتلطمت من بلد للتانية وفرقت بيني وبين زينب، لما وجع الفراق هدني وسود عيشتي. واللي جاي اوعر يا راجح. انت هيعيدوا محاكمتك بكرة وهيتحكم عليك بالاعدام، وزينب حوصل لها لو في اخر الدنيا، حوصل لها يا راجح واخلص عليها. اوعاك تمسينا بسوء يا رزق، اوعاك يا رزق، فاهم؟ اوعاك. ايوه يلي بتخبط جايه اهو. لا مؤاخذة، مش ده بيت الست كريمة؟ ايوه يا اخويا، يلزم خدمه. طيب استأذنك تندهها لي. انا يا اخويا كريمه، خير كفل الشر. انت كريمة خالة راجح؟ ها؟ راجح مين يا اخويا؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. راجح؟ ماله راجح يا كريم؟ أنا سمعت سيرة راجح. أيوة كده صح، يبقى أنت الست زينب حرم راجح. إيه زينب مين وراجح مين؟ العنوان غلط يا سلفندي. صبرك عليا بس يا ست كريمة، أنا صاحب راجح. أنا بس استغربت إنك خالة راجح، أنا كنت فاكرك ست كبيرة في السن، وأنت ما شاء الله عليك طلعت بدر منور وشكلك أصغر من راجح. صح يا أخويا، أنا أصغر من راجح بحولين كاملين، غيرش بس جوزي أختي أنصاف أم راجح الله يرحمها بقى بنت 14 سنة. واه، انتوا هتتسامروا وانا هموت من الجلج على رجلي؟ معلش يا ست زينب، أصل أنا أول ما شفت ست الستات كريمة وأنا مخي اتبرجل. سلامة مخك يا سلفندي. باي عليكم انتوا التنين، بلاش دلع ماسخ. وانت يا جدع انت ما تنطق تقول في ايه؟ لا مؤاخذة يا ست زينب، أنا أحمد صاحب راجح وبقالي شهر دايخ عليكم. رحت لكم على عنوانكم القديم اللي اداهولي راجح، وصاحبة البيت قالت لي انكم معزلتوا وما تعرفش مكانكم، ولفيت عليكم اسكندرية كلها لحد ما عثرت بالصدفة على حد من جيرانكم في البيت القديم ودلني على عنوانكم هنا. هو في ايه يا سي احمد؟ راجح بخير؟ راجح قاعد مستخبي عندي المدة داخلة على سنة كده، واتقبض عليه من حوالي شهر، وهيعيدوا محاكمته من تاني والجلسة بكرة. يا بوي، أنا لازم أروح أشوف راجح. تروحي فين بس يا زينب؟ انت عايزة ابن عمك يشوفك؟ مش مهم يا كريم، أطل على راجح طلة واحدة ولا يحصل. خلاص يا جماعة، انتوا تيجوا معايا تحضروا الجلسة، وانت يا ست زينب هتفضلي بالبرقع اللي انت لابساه، وبكده محدش هيعرفك. انا هنزل استناكم على القهوة اللي تحت لحد ما تجهزوا، واحنا دقايق وهنحصلك يا سي احمد افندي. محكمة. يعني انت معترف يا راجح انك قتلت موافي عطية الزناتي؟ ايوه يا سعادة القاضي. لا يا سيادة القاضي، راجح ما قتلش موافي. زينب؟ انت مين يا ست انت؟ أنا زينب، وعندي كلام مهم ولازم أقوله. اسمك وسنك؟ زينب رفاعي الغول، وعندي 29 سنة. قولي والله العظيم اقول الحق. والله العظيم لأقول الحق. أنا يا سيادة القاضي أبقى مرات راجح اللي في القفص ده، وهو ما قتلش موافي. اسكت يا زينب، اسكتي، ما تصدقهاش يا سعادة القاضي. لا يا راجح، هتكلم، لازم الناس كلها تعرف الحقيقة،
ويعرفوا إنك كداه اتحملت وفادتني بنفسك عشان تحميني. دي ورقة جوازي من راجح يا سيادة القاضي. هدوء من فضلكم. انتوا متجوزين من 5 سنين؟ كملي يا زينب. أني هربت من البلد يا سيادة القاضي، أني وراجح، عشان ود عمي كان بيهددنا بالقتل، وجينا سكننا في باب الشعرية عند موافي، ورزق ود عمي شم خبر بمكاننا وجه بالصدفة، ودونا عن الخلق كله سأل موافي علينا. موافي بعد ما شاف راجح طالع من البيت نزل لي وجه يساومني، يا يقول لي ود عمي يا بهله شرفي، ولما رفضت اتهجم علي وحاول معاي بالعافية، أنا جريت على المطبخ، جه ورايا ومسكت السكينة ودبتها في قلبه. والله العظيم 3 هو ده اللي حصل. ممكن أقول حاجة يا سيادة القاضي؟ انت مين يا ست انت؟ أنا بأسم الله على مقامك عدلات مرات موافي، الله يسامحه بقى مطرح ما راح. عايزة تقولي ايه يا عدلات؟ الست زينب كلامها مظبوط يا سعادة القاضي. وانت ايه اللي عرفك؟ موافي جوز الله يسامحه، الله يسامحه بقى، كان راجل بصباص بعيد عنك، وفي اليوم ده أنا كنت شايفاه وهو نازل البدروم اللي فيه زينب، نزلت اتسحب وراه، وقفت اتصنت على الباب، وسمعت كلام موافي بوداني اللي هيكولها الدود لزينب، اللي زينب لسه قايلاه لسعادتك دلوقتي يا سيادة القاضي. كملي يا عدلات. ومشيت قبل ما يتهجم عليها، وانا كل غز وباكل في نفسي من موافي، يا موافي الكلب كده اهو، ونزلت جارية على الكراكون علشان اجيب لهم البوليس. كنت فاكرة ان زينب هتطوع موافي والبوليس هيكبس عليهم وهم مع بعض، واخلص بقى من موافي ومن جري ورا النسوان. هي دي الحقيقة والنبي يا سيادة القاضي. تمام يا عدلات، الحكم بعد المداولة. توحشتني يا راجح، توحشتني قوي. وانت كمان يا زينب، فراقك كان وجعني قوي يا بنت الناس. وجع الفراق واعر قوي قوي يا راجح. يلا بينا يا جماعة من هنا، لا يكون رزق ابن عم زينب متربص لكم ولا حاجة. هو رزقك ده قلبه ما يعرفش غير القسوة. هموا بينا يا جماعة. استنى عندك يا راجح. حن عليك يا ود عمي، هملنا نروح لحالنا، والأرض بتاعتي عندك ما عايزاش منها شبر واحد. تحرم علي أرضك يا بنت عمي، ده مالك وانت وجوزك أولى بيه. رزقي اللي بيقولك ده؟ ايوه يا راجح، أنا كنت غلطان، اللي انت عملته ده كبرك في نظري قوي، ووعيت اني كنت غلطان، والغشاوة كمان اتشالت من على عيني. انت هتتحدد بجد يا رزق؟ ايوه يا بنت عمي، اللي يرمي روحه في التهلكة ويفدي مرته بروحه يبقى راجل ولد راجل، ويستاهل يبقى نسيب عيلة الغول. وانت يا زينب صنت شرف جوزك وشرف عيلتك، وما عايزانيش احبي عليك يا بنت عمي. انا ما صدقش اللي بسمع منك يا رزق. لا صدق يا راجح، ومن دلوك أرضكم في البلد تاجوا وترعوها بنفسيكوا. عندك زينب دي أرضها وهي حرة فيها، واني معاك يا راجح وين ما تكون يا نضر. طب اسمع بقى يا عم راجح، بعد المايه ما رجعت لمجاريها انا بطلب منك ايد خالتك كريمة. واه بسرعة كده يا أحمد، انت لحقت عرفتها؟ اعمل ايه بس يا راجح، انت ما تعرفش اللي بيقولوا عليه حب من اول نظرة. ما تكسفش الجدع بقى يا راجح، ولا اقولك يلا بينا على المأذون يا سي احمد. ويا دنيا شحالك حالك، رحنا رايحالك حالك، ويا دنيا شحالك حالك، رحنا رايحالك حالك، قيد او حالك حالك، وسوادك حالك حالك، ما حنستعماشي ماشي. قدمنا لكم المسلسل الإذاعي وجع الفراق، بطولة أدهم الثقاف، محمود مبروك، منى البحيري، نادية محمود، حسن حسن، ياسر الأنصاري، أحمد سعيد، أحمد لاشين، محمد رضوان، عادل الصاوي، محمد حسين، محمد راغب، أحمد مدحت. والمشاركة المتميزة هبة عصام في دور عدلات. وجع الفراق مسلسل إذاعي
من تأليف وإخراج طارق عاشور. أفيش سيد جاد. تترات سمر عبد الفتاح. ومن إنتاج إذاعتنا.